الخليط بيتكون من 5 أنواع من الأعشاب المطحونة كويس قوي بنسب معينة هقول عليها بعدين. أول حاجة الجنزبيل، تاني حاجة الكمون، تالت حاجة القرفة، رابع حاجة بردقوش، خامس حاجة الكركم. اول حاجة نبتدي بالكمون، نحط معلقتين كمون، تاني حاجة الجنزبيل معلقة واحدة زي ما اتفقنا، هي نسبة 2:1. القرفة معلقة واحدة، البردقوش معلقة واحدة، الكركم معلقة واحدة. كده يبقى احنا حطينا ال5 أنواع وبنفس النسب اللي احنا قلنا عليها، اللي هي 2 كمون إلى 1 جنزبيل إلى 1 قرفة إلى 1 بردقوش إلى 1 كركم. حطيناهم في إناء واحد وهنبتدي نقلبهم كويس قوي 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 لغاية ما يتجانسوا تماما بنسبة 100%. نتأكد هنعرف ازاي التجانس، ان اللون هيبقى كله واحد، لان الحاجات هتختلط كلها ببعضها وهيبقى لون واحد هو اللي موجود. زي ما احنا شايفين كده خلاص احنا قلبنا الخلطة اللي هي من 5 أعشاب تقليب جيد جدا، وبقوا كلهم متجانسين مع بعض. طريقة تحضير المشروب بتاع أعشاب التخسيس، احط بالظبط معلقتين منه في كوباية كبيرة، ادي 1 ادي 2 خلاص. ادي حطيت هنا معلقتين من ال5 أعشاب المخلوطين ببعض بطريقة كويسة، واكون محضر المية المغلية وابتدي ادلق فيها مية مغلية لغاية لما تملى كوباية خالص. واقلب تقليبة في الاول، وبعدين اسيب المخلوط كوباية اسيبها بالمخلوط ده لمدة حوالي ربع ساعة قبل ما ابتدي اصفيها في كوباية تانية. بعد ربع ساعة يكون الأعشاب نقعت كويس، ابتدي انقلها من خلال مصفى سلك زي دي كده في كوباية تانية زي كده. طبعا كمية التفل زي ما احنا شايفين كبيرة قوي، ودي فايدة المصفى، عشان احنا التفل ده مش هيفيد بحاجة خالص فبنعزله. اجيب ليمونة واغسلها كويس، وبعدين اقطعها نصين واشيل البذر اللي فيها، اتخلص من البذر اللي فيها خالص زي ما احنا شايفين. ابتدي اعصر الليمون، هي طبعا ليمونة واحدة بتقطعها نصين، اعصرها كويس
ده النص الاولاني، وبعدين ده النص التاني. وبكده يبقى المشروب بتاعي جاهز انه ممكن اشربه على طول. طبعا بيحبذ ان المواعيد بتاعته بتكون الصبح قبل الفطار وبالليل قبل ما انام، يعني دي احسن الاوقات. طبعا ممكن يتاخد في اي وقت في اليوم مفيش حاجه. لو خدت منه مره واحده في اليوم كفايه، يعني ما تكترش عن كده، لانه بنكتفي بالجرعه دي لانها كويسه طبعا. وبالهنا والشفا.